كتير من الطلبة بيتلخبط في إعراب كلمة جميع. إمتى جميع تعرب حسب موقعها في الجملة؟ إمتى جميع تعرب توكيد إذا اتصل بضمير؟ إمتى جميع لا تعرب توكيد برغم اتصالها بضمير؟ إمتى جميع تعرب حال؟ تعالى ركز معايا في مثال. لما أقول اشتريت جميع الكتب، جميع الكتب، اشتريت جميع الكتب، هل جميع هنا اتصل بضمير؟ هتقول لي لا. هل جميع هنا جاءت فيها تنوين فتح؟ برضو لا. طب ما الجميع تعرب هنا إيه؟ تعرب على حسب موقعها في الجملة. ماذا اشتريت؟ جميع. اشتريت فعل ماضي مبني على السكون لاتصال بتاء الفاعل، والتاء ضمير بارز متصل مبني في محل رفع فاعل، وجميع تعرب مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، والكتب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. نجح الطلاب جميعهم في الاختبار. هنا كلمة جميعهم اتصل بضمير؟ اتصل بضمير. طب هعربها ايه؟ هعربها توكيد. طيب ما ممكن تتصل بضمير وما ينفعش تعرب توكيد. احنا هنتأكد. إذا اتصل بضمير وحذفتها من الجملة والجملة لم يختل معناها هعربها توكيد. إذا اتصلت بضمير وحذفها خلى الجملة تختل معناها يبقى ليست توكيد. تعال نحذف ونقول نجح الطلاب في الاختبار. هل حذف كلمة جميعهم أثر على الجملة؟ لا، ما أثرش. يبقى إذا جميع اتصل بضمير وعند حذفها الجملة لم يختل معناها يبقى هعربها توكيد. وهعرب جميعهم. جميعهم ده متصلة بضمير يبقى توكيد معنوي مرفوع، وهم ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. نجح جميعهم في الاختبار. جميعهم هنا اتصل بضمير، أعربها توكيد؟ أقول لك ما تتسرعش وتعرب توكيد. استنى الأول نحذف الكلمة كلها ونشوف. لو اختل معناها يبقى مش هنعربها توكيد، إذا لم يختل معناها هنعربها توكيد. تعال بص معايا وقلت نجح في الاختبار. جميعهم طبعا حذفها أخل بالمعنى، يبقى جميعهم هنا تعرب على حسب موقعها في الجملة برضو، لا برغم من اتصالها بضمير لأن حذفها أخل بالجملة، ويبقى جميع فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة وهم مضاف إليه. أقبل الطلاب إلى المدرسة جميعا. كيف أقبل الطلاب إلى المدرسة جميعا؟ جميعا لم تتصل بضمير، وجميعا جاءت نكرة منونة بتنوين الفتح، يبقى تعرب جميعا من الكلمات التي تعرب غالبا حال، لأن بعد كده بإذن الله ممكن تيجي على إنها خبر كان منصوب بالفتحة، فجميعا هنا غالبا تعرب حال. وأقول كيف أقبل الطلاب إلى المدرسة؟ هقول أقبل الطلاب إلى المدرسة جميعا، وهنا جميعا لعدم اتصالها بضمير وجاءت نكرة منونة بالفتح تعرب حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة.